وائل عرفان عمار 33 عاما لم يكن يعرف أنه بمجرد دخوله إلى مستشفى بيروت الحكومي ستبدأ رحلة موته. يوم الجمعة الماضي في 8/4/2016 دخل وائل إلى المستشفى بداعي إجراء عملية ربط معدة، فبدل الواحدة أجريت له 2، وبعد الثانية أدخل مباشرة إلى غرفة العناية المركزة. وفي كل مرة كان الطبيب وهو من آل الأفليتي يعطي للعائلة تعليلا غير منطقي. شقيق وائل حمدي عمار روى التفاصيل وما قاله يثير الاستغراب. فات الساعة 8 الصبح 9 الصبح على 9 فات على العملية، طلع الساعة 2. سألنا الدكتور اللي هالعوقة كلياتها يا دكتور. قال لا، هو قال طلع قبل بنهار، قال اكل حبتين فستو، قال هول عذبوه كثير بمعده، ضل ساعة ونص قال هو عم يشتغل بنظف له معدته، قال شاكك يكون مكبس له على الفستو. السبت كمان بعده كل ما اقول له وائل قوم تمشى يا وائل، بيقول لي ما قادر معدتي عم توجعني. قوم خد الاصحاب من الارجل شهريات، بتعرف انت بس تطلع مستشفى بيعملوا لي إياه. اللي ما قادر اجى نهار الاحد، الدكتور قال بدنا نفوت نعمل له ناظور لانه نشوف شو صار معه. قلنا له خير. فات الساعة 2 الظهر على العملية، طلع الساعة 8. طلع دغري من وين؟ على العمليات على العناية الفائقة. شو يا دكتور شو صار معك يا دكتور؟ قال والله أنا صراحة شفت بمعدته بندورة وخيار. قال له يا دكتور طب انت معقول انت اول مره فتحت البطن والمصران وشفت مالتهم؟ قال يمكن بمصارينه، يمكن تحت. شو خص مصارينه بمعدته يعني؟ قال لقيت بندوره ولقيت كابيس. قال في دواء ما لقوا منه، قال $400 ما لقوا منه. طلعنا كان صار خلينا على الوزاره، قال خلص مش حال دبرنا. في تحليل دم، قال ما عنده منه بالمستشفى. صرت احمله اركض فيه انبوب يعني، صرت ابرد فيه مستشفى، نزلت على الجامعه الامريكانيه حللوا لي اياه واخذت لهم اياه. هذه امبارح اخذ لهم اياه امبارح، قالوا لي انه توفى خير. عم نسال عنه بالوزاره، قال ما بيعرفوا عنه شيء. وزاره الصحه قال ما بيعرفوا عنه شيء، مو معروف. قال قالوا لي بالجامعه، قال بالمستشفى قال كله معروف. هلا عم نطلع نحن بالوراق اللي جبناها التقارير، قال معكم حق مليون بالمية، هو غلطة حكيم يعني. الوراق حتى عنهم بالبيت يعني. مين قال لكم غلطة الحكي؟ الوزارة ما بعتوا هن اللجنة من عندهم ليشوفوا شو اللي صار. اتصلنا بالطبيب المعالج فكان ردها التالي: شو سبب الوفاة المريض وائل عمار؟ صراحة نحن بهذا الموضوع ممنوعين نحكي خاصة من النقابة. سو نحن أنا ما في أعطي أي تعليق قبل ما ناخذ إذن النقابة وقبل ما هي الأمور تتوضح بشكل كامل. صدمة العائلة كبيرة، وهي شيعته وسط حالة من الذهول جراء ما حصل مع ابنها، وكذلك وسط تمتمة أن اسم الطبيب المعالج ليس موجودا أصلا في لوائح الوزارة على أنه يعالج في المستشفى. العائلة توجهت إلى وزارة الصحة مقدمة شكوى ضد الطبيب الذي لم يعطي توضيحا شافيا عن تطورات صحة وائل وما الذي أدى إلى وفاته. معلومات تتحدث أن الخطأ الطبي واقع والوزارة ماضية في الأمر حتى النهاية، لكن لا بد من انتظار صدور تقرير لجنة الأخطاء الطبية لتحديد المسؤوليات.